بزاف ديال الناس ما كيزعموش يهضروا في هذا الموضوع امام الكاميرا، ولكن مورا الكاميرا كلشي كيدوي حيت خايفين من اللوبي ديالو. سمحوا لي على هاد الصوره ولكن خاصكم تشوفوها. اعتذر، هذه صوره ديال اشهار الاخر اديداس، هذاك راجل اللي كتشوفوا فيها وهذا مايو جديد باغيين يبيعوه للرجاله اللي كيمثلوا قوس قزح. وهذا الاشهار اللي كتشوفوه عاون الشركه ديال اديداس بزاف، ماشي في البيع ديال المنتجات وما دخلوش به الفلوس، ولكن في حوايج اخرين اللي غنشرح لكم. هذه صوره اخرى واعتذر عليها. هذا اللي كتشوفوا راجل، وهذه ماركه ديال مشروبات الخمور معروفه في امريكا، وهذا تا هو قوس قزح. هاد الشركه سميتها بود لايت، والزبناء ديالها كعاو بزاف من مورا هذا الاشهار، وقالوا هذاك الشخص اللي جبتو قوس قزح ما كيمثلناش، حنا الكليان ديالكم، وطاحوا لهم المبيعات مزيان. والشركه كانت عارفه هادشي، ورغم هادشي كامل كانوا ملحين على انهم يديروا هاد الاشهار. شركه جيم شارك، شركه هيلتون اوتيل، شركه فيرجين اتلانتيك، شركه مترو، الشركه الشهيره ديال الجينات ليفيس، الشركه الشهيره نايك. هادو راه شركات كبار الاخوان وكياخذوا هاد الريس وكيديروا اشهارات ديال قوس قزح، وديما فيما كيديروهم كيضيعوا زبناء وكليان وكيطيحوا لهم المبيعات. حتى من الفراقي ديال الكره دخلوا لهم. هادشي كيضيع للشركات الفلوس، والغرض الاساسي ديال الشركه هي انها دير الفلوس. يعني شي حاجه ما هياش في القصه، كاينه شي حاجه مخفيه وما بايناش، وكاينين شي ايادي من مورا هادشي اللي كيحركوا هاد العجب. هادشي اللي غنشرح لكم باذن الله اليوم، وكنتحدى اي واحد فيكم يلقى هاد المعلومات اللي غنعطيكم في هاد لا فيديو في شي بلاصه اخرى. على بركه الله، انا عزيز نوفل وهذه قناه المقاول. القصه ديال هاد الموفمون ديال قوس قزح وديال هاد الحركه بدا شحال هادي الاخوان في الستينات، في 1969 في جرينويتش فيلاج في مانهاتن. ومن ديك الساعه لدابا هما كيتجندوا ودخلوا ناس كتار في هاد الحركه، ناس عندهم صوت، ناس عندهم سلطه، وناس عندهم تاثير كبير. منهم رؤساء بحال جو بايدن، الالماني جين سبان، حتى من الوزير الاول ديال صربيا من قوس قزح، والوزير الاول ديال دوله اللوكسمبور تا هو. مغنيين ومشاهير كبار من مادونا لبيونسي مرورا من براد بيت. في الميدان الرياضي راكم شفتوا واش دايرين في التيرانات ديال الكره، لبس داكشي صحه، وداخلين المؤسسات كبار بحال لا فيفا، بحال الان بي اي، بحال الان اف ال الى اخره. السؤال هو علاش هادشي كامل؟ واش كاين شي قانون؟ واش كاين شي لوبي؟ واش هما فعلا كيحاميو على الحقوق ديال قوس قزح؟ هاد الفرضيه الاخرى واخا تكون صعيبه بزاف، حيت كتضيع الفلوس للشركات، وكيف ما قلت لكم هما كاينين هنا باش يديروا فلوس. لاحظوا معايا شركه بود لايت اش كان طرا ليها من مور ما داروا الاشهار مع واحد قوس قزح. القيمه ديال شركه بود لايت طاحت ب 25% في مده اسبوع. كنهضروا على 4 المليار ديال الدولار اللي ضيعوا الاخوان في مده اسبوع. تقريبا الناتج الداخلي الخام ديال دوله البوروندي الافريقيه في جوج، داكشي اللي كتنتج البوروندي في العام ضربوا في جوج داكشي اللي ضيعات بود لايت في اسبوع. 4 المليار ديال الدولار، راه الغرق ديال الفلوس. حيت داروا اشهار ديال قوس قزح وكانوا عارفين هادشي غيطرا. السؤال هو علاش؟ اشنو كيخليهم ياخذوا هاد القرارات؟ شكون اللي من مورا هادشي كيورك؟ دابا كالما خلا رونالدو. بغيتكم تجلسوا تعطيوني وديناتكم مزيان، غادي تسمعوا لاول مره هاد النوع ديال المعلومات على هاد اللوبيات. حتى شي واحد ما كيدوي على هادشي، حيت هادشي كلاسي توب سيكريت. كاين واحد المؤشر على برا سميتو سي اي اي، ماشي سي اي اي، سي اي اي سي و او واي في الاخر، هي كوربوريت اندكس ايكواليتي. بالعربيه هو مؤشر المساواه في الشركات. شنو هو التفسير ديالو؟ مؤشر المساواه للشركات هو تقرير يصدره مؤسسه حمله حقوق الانسان كاداه لتقييم الشركات الامريكيه في معاملاتها للموظفين والمستهلكين والمستثمرين ديال قوس قزح كاملين. يعتمد المؤشر بشكل اساسي على استبيانات، ولكن يقوم الباحثون بالتدقيق المتبادل للسياسات الأعمال وتداعياتها على العاملين من ذوي قوس قزح بشكل مستقل. باش بلا ما نقوي عليكم، هذا واحد المؤشر الإخوان كتعطيه ليك هاد المؤسسة وكينقطوك عليه. وسمعوا على شنو كينقطوك
يحطوك على هذا الشيء كامل. الا ما عندكش عنصريه ضد قوس قزح 5 النقاط. الا كانوا عندك قوس قزح مزوجين في شركه وكتعطيهم التغطيه الصحيه 50 نقطه. الا كتخليهم يلبسوا لباسهم بحال داك المايو اللي شفنا قبل وداك العجب ديالهم 25 نقطه. سمعوا معايا دابا النقطه الرابعه باش تفهموا. الا الشركه ديالك كدير الماركتينغ والاشهار ديال قوس قزح كتربح 20 نقطه. اييه كينقطوك على الماركتينغ ديالك والتوجه ديالو. والاخرى كينقصوا لك 25 نقطه الا عطيتي فلوس لشي مؤسسه كتعادي قوس قزح ويقدروا يكونوا مؤسسات مسيحيه بين قوسين دينيه. الا الشركه ديالك كتعطي الفلوس لشي مؤسسه دينيه ولا شي شركه كتعادي الفكر ديالهم كينقصوا لك 25 نقطه. وهذا كيجيو عندك وسط الشركه وكيدخلوا كيبداو يسولوا العمال وكيقلبوا وكيديروا رابور بحال غيعطيوك الايزو وكيعاودوا يرجعوا عندك كل مره كيصيفطوا لك لجنه وسط الشركه ديالك. شحال هذه كانت غير DIA سميتها ديفرسيتي ايكويتي انكلوجن. هذه كان فيها التنوع والانصاف والادماج. هي 3 قيم مرتبطه ارتباطا وثيقا تمتلكها العديد من المنظمات التي تعمل على دعم مجموعات مختلفه من الافراد بما في ذلك الاشخاص من مختلف الاعراق والديانات والقدرات والاجناس والتوجهات الجنسيه. هذه هي اللي كانت معروفه في الشركات قبل. الا كانوا عرب خدامين مع افارقه خدامين مع اسيويين خصهم يكونوا كاملين بحال ومن موراها جاو خرجوا هاد CEI. دابا اللي غريب وعجيب في هذا المؤشر الاخوان هو شكون من موراه. تابعين لواحد المنظمه كتسمى HRC هيومن رايت كامبين اللي تابعه لمنظمه حقوق الانسان. شيء اللي ماشي هين الاخوان. كنهضروا على واحد الحاجه ضخمه. هاد المنظمه تكونات في 1984. راه من شحال هادي هما خدامين الاخوان. راكت لكم اول ظهور كان في 1969 واللي شاده هاد الشيء كامل الاخوان راه بحال شي اخطبوط. الراس ديالو واحد الجمعيه قويه بزاف هي اللي كتمول هاد الشيء كامل. هي اللي كتصيفط هاد اللجان هي اللي كتعاقب وهي اللي كتساعد. سميتها اوبن سوسيتي فاونديشن. واللي كيثير الانتباه في هاد الجمعيه الاخوان هو شكون هو مولاها. شكون اللي الفوق. هاد الشخص يلاه كان منوضها مع ايلان ماسك خرج وكيكلاشي فيه وكيتويتي عليه وكيطرولي فيه وقال انه هو هذاك الرمز ديال مارفل ماغنيتو. هذاك الشرير اللي كاين في مارفل واللي عنده قدرات خارقه اللي انت هو ماغنيتو. Yesterday, Musk launched a baseless Twitter attack against George Soros, the progressive Jewish philanthropist who's often the target of anti-Semitic conspiracy theories. Musk tweeted that Soros reminds him of Magneto, a comic book supervillain. والتلفازه الامريكيه براسها مشات حتى لعند ايلان ماسك وجلسات معاه وقالوا ليه علاش كتعاير في دخونا. حيت هاد خونا مكونترولي كلشي. شاد التلفازات شاد الجمعيات شاد وول ستريت. خونا كبير. وايلان ماسك قال لهم انا كنقول اللي بغيت وقت ما بغيت وعلى من بغيت ما سوق حتى شي واحد. He said he wants to erode the very fabric of civilization and Soros hates humanity. Like when you do something like that, do you I think that's true. That's my opinion. I'll say what I want to say, and if the consequence of that is losing money, so be it. هذا ماغنيتو الاخوان اللي منوض الزوبعه بزاف كيقولوا انه هو الدوله العميقه الامريكيه. هذوك اللي ما كيبانوش واللي كيحركوا في السياسيين. معروف بزاف عنده سلطه قويه ولاباس عليه بزاف. سيداتي سادتي كنقدم لكم جورج سوروس. هذا خاصو حلقه بوحده باش نقول لكم شكون هو. الا بغيتوها كتبوا لي في لي كومونتير سوروس. دابا من الاخر فاش كيكون عندك هذا المؤشر اللي كتعطيه هذا الفاونديشن اللي تابعه لجورج سوروس مزيان يكونوا عندك امتيازات كشريك وكتقرب من الدوله الامريكيه وكيكاليو عليك وكيغطيوك بالبارابلوي ديالهم اللي كانت الشتا. بحال شركه فيسبوك فاش شنق على الاتحاد الاوروبي على الداتا جات ميريكان كالات. فاش كتحتاج اي دعم قانوني ولا سياسي يقولوا لك مرحبا نشوفوا المؤشر ديالك واش انت معانا ولا مع غانا. حيت هاد الاجنده كامله كبر من الفلوس الاخوان. ما غرضهمش يديروا الفلوس. غرضهم يصنعوا مجتمع جديد كيف ما بغاو. I mean, for example, even today, Elon, you tweeted this thing about George Soros. Yes, but I mean, honestly, you know, some of these conspiracy theories have turned out to be true.